حسن بيكر وجينيك يلمز اتمنعوا هم الاثنين من دخول المملكة المتحدة. كنت تعرف أنهم عم وابن أخوه؟ معلومة لطيفة. وبالرغم أني مش مع فكرة منع أي حد، أنا شايفة أن حرية التعبير لازم تفضل كده، ولازم الناس يكون ليهم الحق يدخلوا ويخرجوا من البلاد زي ما يحبوا. في حاجة بسيطة كويسة في الموضوع ده وهنوصل لها كمان شوية، بس خلينا الأول نعرف حكاية منعهم. وده فعلا جنون. المملكة المتحدة فعلا وقعت خلاص، بس يمكن لو هم بيقعوا على الأقل بياخدوا معاهم شرور العالم زي حسن بيكر. يلا نشوف. عزيزي حسن دوغان بيكر، تم إلغاء تصريح الدخول الإلكتروني الخاص بك للمملكة المتحدة. ده معناه إنك مش هتقدر تسافر للمملكة المتحدة من غير فيزا، وده لأن وجودك في المملكة المتحدة مش في الصالح العام، ومش من حقك تطعن على القرار ده. قدم على فيزا. لو لسه عايز تسافر للمملكة المتحدة لازم تقدم على فيزا علشان نقدر ندرس ظروفك بتفصيل أكتر. إلغاء تصريح الدخول الإلكتروني مش معناه إنك هتترفض في الفيزا. اسمعني كويس، أنا هقول حاجة. ده تحذير. أتمنى تكونوا فاهمين إن العالم الغربي والديمقراطية الليبرالية خدعة، وكل الحاجات اللي بيقولوا إنهم مهتمين بيها هم في الحقيقة مش مهتمين بيها خالص. إحنا داخلين على زمن مختلف تمام. عشان كده دايما بأكد إن الفاشية موجودة دلوقتي، صح؟ زي الإدارة اللي بتحاول تستخدم الاستدعاءات القانونية ضد المعارضين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة اللي بقت بالكامل تحت سيطرة مصالح منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل. طيب، أنا نادرا ما بصدق أو بتفق مع أي حاجة حسن بايكر بيقولها، وطبعا بطريقة ما قدر يدخل إسرائيل في الموضوع، وده فعلا غبي. بس لازم أقول دلوقتي إن اللي احنا شايفينه في المملكة المتحدة هو فعلا فاشية حرفيا. والمضحك إن الراجل ده بينتقد الموضوع مع إنه نفسه بيدعم الفاشية الاشتراكية. يعني بصوا على الكاب بتاعه، اشتراكي ديمقراطي. على فكرة لازم تدوروا على منظمة DSA لو عندكم أي اهتمام تعرفوا شكل الفاشية الحقيقية وإزاي هي جاية لأمريكا. الراجل ده ماركسي علني، هو سافر كوبا وهو فعلا عنده مشاكل كبيرة مع أمريكا، والمشاكل بتزيد عليه أكتر وأكتر لأنه شخص سيء جدا. ومع ذلك المملكة المتحدة بقت نوعا ما فاشية. أنا فعلا مؤمنة بده بكل كياني، وما كانش المفروض يمنعوه. هو أو جينيك يلمز اللي كتب هنا: أنا اتمنعت من دخول المملكة المتحدة، حاولت أركب طيارة للندن عشان أحضر هناك وأدي خطاب في أكسفورد، اتمنعت من انتقاد إسرائيل. إحنا لسه أحرار؟ ده اضطهاد لمواطنين الغرب من حكوماتنا نفسها لصالح دولة تاني. مش معقول إزاي قدروا يخلوا الموضوع كله عن إسرائيل، مع إن لو بصيت أونلاين هتلاقي إن الموضوع ملوش أي علاقة بإسرائيل أصلا. السبب كله إنه بريطانيا بتمنع الناس من الدخول، هو إنهم بيحاولوا يكسبوا أصوات الإسلاميين ومش عايزين حد يجي ينتقد حكومات الغرب. وحسن بايكر وجينيك يلمز كانوا في الصفوف الأمامية في الموضوع ده. ولو جينا من ناحية اليسار، بريطانيا بتمنع ناس من اليمين طول الوقت وناس بتدعم إسرائيل علنا. الموضوع ملوش علاقة بإسرائيل، الموضوع هنا إن بريطانيا بتحاول تبعد أي حد ممكن لأي سبب ينتقد حكومتها، بس طبعا مش قادرين يفوتوا الفرصة دي من غير ما يستغلوها عشان يروجوا لفكرة إن الناس ضد إسرائيل. من السخافة إن حد يفتكر ولو للحظة إن بريطانيا بتركز على منع الناس اللي ضد إسرائيل. ده مش الموضوع هنا. هم عندهم عقلية فاشية وبيحاولوا فعلا يمنعوا أي حد يجي بلدهم لو هيعترض على حكومتهم أو تصرفات حكومتهم بأي شكل، لأن ده اللي بتعمله الحكومات الفاشية. وبرضه المفارقة في الموضوع ده عبثية فعلا. بس أنا قلت في بداية الفيديو ده إني فعلا شايفة إن في شوية حاجات إيجابية في موضوع منو، وهشرحهم كمان شوية على فكرة. أهلا بيكم في برنامج بوش باك، أنا ميرا كمقدمتكم. اتأكدوا إنكم تدوسوا على زر الاشتراك علشان تدعموا الفيديو ده لو أنتم مؤمنين إننا لازم نقاوم الجنون اللي بنشوفه حوالينا والاستيلاء على الغرب، سواء من اليسار أو اليمين، أو حتى التطرف المزيف من كل الكيانات المختلفة اللي موجودة زي الإسلاميين أو الصين أو روسيا. فعلا الموضوع بقى جنان وإحنا زهقنا خلاص، علشان كده إحنا بنقاوم. ولو أنتم متفقين إن ده لازم يحصل يبقى أهلا بيكم، أنتوا لقيتوا الناس اللي زيكم. بس إيه هو الجانب الإيجابي في الموضوع ده؟ بصراحة أعتقد إنه الجدل اللي حوالين الموضوع ده هو الحاجة الكويسة. الحقيقة إن حسن بيكر هيبقى مشهور أكتر حوالين الموضوع ده. وليه بقول إن ده كويس؟ علشان أنا شايفة إن الناس محتاجة تفهم قد إيه الراجل ده خطر. خلي بالك، الراجل ده بيعمل بث مباشر للشباب، وده معناه إنه بيتسلل
وبيأثر على شباب كتير حوالين العالم بأفكاره المجنونة، ودي مش أول مرة يبقى فيها فيه مشكلة أو جدل. هو تعرض لمشاكل كتير بسبب حاجات كتير عملها قبل كده. وأنا بتكلم عن إنه صعق كلبه بالكهرباء على البث المباشر، وقال حاجات مجنونة، وحرض على العنف ضد ناس في الحكومة. يعني ده حرقيا مجرد جزء من اللي عمله. يعني أنا أعرف بعض الناس دول هم ناس كويسين جدا بشكل عام، هم نشطاء. على فكرة لو كنت بتسأل، هو بيتكلم هنا عن الماركسيين وبيقول إنهم ناس كويسين، بس مدى سوء آراء حسن بيكر مش بيوقف عند كده. ده جنان بجد، الراجل ده مجنون جدا. العفو. خليك معايا يا حبيبتي، مفيش حد جاي، محدش جاي يعمل فيكي حاجه. اسمع دلوقتي اسالك سؤال جدي. ايوه أنت بتتباهر. ايوه. معظم الناس مش بيعملوا كده، بتحاول تخلي طلباتك تتسمع. لا انا ما عنديش طلبات. ركز. لا مش طلباتك، أنا بقول طلباتي مهمة أصلا، وبيتغيروا مع أنت اشتراكي؟ أنت مش سامعني؟ انا اصلا انت اشتراكي صح؟ انا أصلا قلت اللي كنت أقصده. على فكرة حسن من الناس اللي قالوا إن أمريكا تستحق أحداث 11 سبتمبر. تمام، هو فعلا شايف إن أمريكا تستحق أحداث 11 سبتمبر، وبيطلع على الإنترنت ينشر الكلام الفاضي ده للشباب الأمريكي في دم الرأسماليين. ايه المقصود بكده؟ اسمع إزاي. ايه رأيك انا اعذبك يا ابن الكلب؟ وايه عن عضو انتيفا اللي عض دراع ضابط الهجرة امبارح؟ وايه عن ده شكله جنون فعلا. ضابط الهجرة اللي ضربني امبارح وضربنا على الارض. وايه عن اللي فاكرين اللي عضوا دراع الضابط؟ وايه عن أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه؟ الضباط اللي رشوا علينا رداد الفلفل. هو قال اغرقوا الشوارع في دم الرأسماليين. كان يقصد ايه بكده؟ سمنا؟ بيضحك. أنت قلت اغرقوا الشوارع في دم الرأسماليين، يعني إيه الكلام ده؟ يلا نشوف هيقول إيه ردا على ده. يعني ايه الكلام ده؟ المفروض الناس تعذب ضباط الهجرة وهم عايشين؟ يلا. فالمجموعة دي من الشباب دول، وزي ما الراجل ده بيقول حسن بيكر عنده حق تماما، هم مجموعة نصابة من الناس اللي بيدعوا إنهم بيدافعوا عن أمريكا الحقيقية، لكنهم اشتراكيين وفعلا بيؤمنوا بالعنف الشديد. احنا عارفين كده، احنا متأكدين من ده، احنا عارفين إن عقلية الاشتراكيين اليساريين في الحقيقة عنيفة، هي في الحقيقة فاشية. ولا أنا مش بتكلم عن الناس اللي في الوسط اليسار اللي عندهم رأي معين في موضوع الإجهاض، أنا بتكلم عن الناس المتطرفين اللي فعلا بيدعموا كيانات إرهابية زي أنتيبا. يلا نشوف كريستوفر روف هيقول إيه عن الموضوع ده. ده نصاب، هو مزيف. هو نصاب ومزيف. حسن بايكر نصاب، هو مزيف. ليه كده؟ هو ده لأنه في الأساس بيعيد إنتاج نشاط اليسار السياسي اللي كان في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، واللي كان فيه ناس راديكاليين في كاليفورنيا أو نيويورك أو بوسطن، يسافروا للاتحاد السوفيتي، يسافروا لكوبا، يسافروا زي ما انت عارف لفيتنام الشيوعية، وبعد كده يخلوا نفسهم متاحين كأدوات دعاية للنظم الشيوعية. وبعد كده كانوا زي ما انت عارف بينسقوا في الوقت ده، كانوا فعلا بيعملوا حاجات أكتر إثارة، كانوا بينسقوا معسكرات تدريب للمقاتلين في شمال أفريقيا، كانوا بيتعلموا إزاي زي ما انت عارف يصمموا قنابل مع الفلسطينيين. يعني اللي هو بيقوله هنا بشكل أساسي هو إن النشطاء زي حسن بيكر، الناس اليسارية المتطرفة دول اللي دايما بيقولوا إنهم جايين يصلحوا العالم وإن الغرب كله خدعة أو أيا كان، هو في الحقيقة إعادة تمثيل لكل اللي شفناه في الستينيات والسبعينيات. وأنا شايفة إن ده شيء مثير للاهتمام، لأنه في الوقت ده ما كانش في أي شك عند الناس إن لازم يتعاملوا مع الناس دي كتهديدات جدية للطريقة الأمريكية في الحياة، ودلوقتي الناس دي بقت بتتكرم وبتتحتفى بيهم. طيب مين هو حسن بيكر؟ هو شخص بيحب يجذب الانتباه بأي طريقة، ده الأساس. هو في الحقيقة مش مهتم بأي حاجة، كل اللي يهمه إنه يكون محور الانتباه، وعشان كده بيدوروا على أكثر المواضيع المثيرة للجدل ويحطوا نفسهم في قلبها، وهم بيعتقدوا إنهم بيدافعوا عن كل حاجة، بس ده مش اللي بيحصل فعلا. تقدروا تشوفوا بعض الفيديوهات اللي عملناها مع حسن بيكر، بعض فيديوهاته القديمة غريبة جدا، بيتكلم فيها عن إزاي يتعامل مع الستات وكده. هم ناس بتدور على المكسب والشهرة، كل هدفهم جذب انتباه الناس، وانتباه الناس هو بالظبط اللي بياخدوه. لكن كل ما الناس ركزت أكتر على حسن، كل ما بقى واضح إنه اتمنع وتحذر من دخول بريطانيا، وهكذا وهكذا. كل ما الناس هتكتشف أكتر هو مين الراجل ده فعلا وبيمثل إيه. تاني، هو فعلا خايف
ومش هيرد على أي حاجة المفروض يرد عليها. هو كان أغرق الشوارع في دم الرأسماليين. اقتلهم، اقتل الأوغاد دول واقتل الأوغاد دول في الشارع. سيب الشوارع تغرق في دمهم الأحمر الرأسمالي يا صاحبي. أنا بس عايزاك تدرك إنه بيبثر الشباب الصغيرين وبيخلي النوع ده من الكلام والسلوك يبقى عادي. بالنسبة لي ده تصرف مجنون تماما. وبرضه أنا مش مؤمنة بفكرة منع الناس من دخول المملكة المتحدة، بس فعلا شايفة إن المجرمين لازم يتحبسوا. وأنا فعلا شايفة إن الناس اللي بيحرضوا على العنف بشكل مباشر مش زي ما المملكة المتحدة بتدعي، أو زي اللي حصل في بلجيكا لما قالوا إنه راجل قال حاجة عنصرية فممكن حد يفسرها إنها عنصرية. لكن الناس اللي فعلا بيقولوا خلوا الشوارع تغرق في دم الرأسماليين وروحوا اعملوا حاجة بخصوص ده، النوع ده من التصرفات هو اللي فعلا ممكن يستحق إن الشخص يتحبس ورا القضبان. مش عارفة أنا عارفة إن أي حد عاقل أعرفه عمره ما هيقول حاجة زي كده، فممكن يكون ده موضوع محتاج نفكر فيه. يعني إيه ده اسم لعب أدوار. يعني إيه ده؟ المفروض الناس ياخدوك على محمل الجد. تمثيل الأدوار الحي. المفروض الناس ياخدوك على محمل الجد. مبالغة بين الأصحاب. أنت بتسلم؟ فهم بيقولوا إن اللي قاله كان مجرد هزار، إنه الشوارع لازم تتشبع بالكعب. كان تهريج، كان لعب أدوار. عمري ما سمعت التعبير ده قبل كده، والحمد لله إني ما سمعتوش، لأني مش بقعد مع ناس ممكن يقولوا الكلمة دي. بتقول كلام كتير، بس إمتى بتكون جاد وإمتى بتبالغ؟ لازم تاخد القرار ده بنفسك. يعني لو تعرضت لرد فعل سلبي بتقول ببساطة إنك كنت ساخر أو بتبالغ. أنا شايف إنه في اعتراضات كتير تقريبا على كل حاجة بقولها. للأسف من ناس زيك كده هو ده اللي بتحصل. أنت بتهرب من مسؤولية كلامك؟ لا. أنت اشتغلت مع الحكومة الكوبية؟ أصدرت السلطات الفيدرالية مذكرة استدعاء بحق حسين بيكر بسبب رحلته إلى كوبا، بس حبيتها لحدها. لو سمحت. نيويورك كبيرة جدا. حسن، أنت اشتغلت مع الحكومة الكوبية؟ حسن، أنت شغال مع حكومات أجنبية؟ حسن، أنت اشتغلت مع الحكومة الكوبية؟ ايوه. احنا حرفيا بنتجنب الموضوع لأنه في النهاية جبان بالكامل. زي ما قلت جيني كيلموس كمان اتمنع، وده ملوش علاقة بالموضوع. حصلت حاجة مدهشة جدا دلوقتي. أنا رحت المطار علشان أسافر لندن. أنا هدي كلمات في ندوات في ساوث باي، ساوث ويست لندن، وكمان هدي كلمتين في أكسفورد. بس طلع إني مش هسافر عشان الشخص اللي في كاونتر يونايتد قال لي أنت ممنوع من دخول المملكة المتحدة. طيب يعني هم بيمنعوهم تاني؟ هل أنا شايفة إن المملكة المتحدة المفروض تمنع أي حد؟ لا، مش شايفة كده. أظن رأيي في الموضوع ده كان واضح جدا. جيني كيلموز وحسن بيكر قرايب، وده غريب جدا بالنسبة لي. إزاي ممكن يكون عندهم نفس الجينات؟ لأن حسن بيكر جزء من شخصيته إنه طويل وكاريزما وشكله حلو، لكن جيني كيلموز شكله فعلا زي حاجة سايحة. مش عارفة أوصفه بإيه تاني. على أي حال، الفكرة هنا إن الاتنين دول لازم يتكشفوا على حقيقتهم وعلى أفكارهم. لازم يحصل كده. ويا رب الجدل ده اللي بيقولوا إنه كله عن إسرائيل الناس تقدر فعلا تشوفه على حقيقته. في عقلية يسارية موجودة بتدمر مجتمعاتنا. تاني، ما تمنعوهمش بس اكشفوهم. ده رأيي الشخصي في الموضوع. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.